الجزء الثاني بقى من الدرس بيبدأ بالملك إمنمحات الثالث. ده الملك اللي كنا وقفنا عنده وقلنا هنكمل بيه بإذن الله النص الثاني من الدرس. الملك إمنمحات الثالث ده امتاز عهده، يعني الفترة بتاعة حكم الملك ده كانت بتتميز بالسلام والتنمية الاقتصادية. كان سلام يعني مفيش حرب، والتنمية الاقتصادية يعني اهتم بان هو يعمل مشروعات كتيرة في مصر، مشروعات في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، كل دي حاجات. واكتر حاجة اصلا كان بيهتم بيها الملك ده هو الزراعة. دي اكتر حاجة هنلاقيه عمل انجازات كتيرة جدا في الزراعة. طيب، اهم اعمال الملك ده ايه بقى؟ أول حاجة، أرسل نحو 24 بعثة لاستخراج وقطع الأحجار من شبه جزيرة سيناء. الراجل ده بعت الناس تروح لسيناء يجيبوا المعادن من هناك بقى، حديد والذهب والنحاس وكده. كمان يقطعوا الأحجار هناك اللي هيستخدموها طبعا في بناء المعابد أو الأهرامات. فكانوا بيروحوا لشبه جزيرة سيناء يجيبوا من هناك طبعا المعادن والأحجار. زائد انه اهتم بشؤون الري والزراعة. اهتم بالزراعة وتوصيل المياه الى الاراضي الزراعية. ازاي اهتم بالزراعة؟ اهتم بانه يعمل سد عظيم سماه باسم سد اللاهون. سد اللاهون ده موجود في الفيوم عند بحيرة موريس. موريس دي اللي هي زمان كان اسمها كده، دلوقتي اسمها بحيرة قارون. طيب، اهتم بالسد ليه؟ احنا كنا لسه متكلمين عنه دلوقتي، لتخزين مياه الفيضان. كل سنة كان الفيضان بيجي والمية بتغرق كل حاجة، بتدمر كل حاجة. فقال انا هشوف لكم حل للموضوع ده يا جماعة، انا هعمل لكم سد وهسميه باسم سد اللاهون نخزن بيه المية بقى. وده فعلا ترتب عليه حماية البلاد من المجاعة التي كانت تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل. زمان لما كانت المية بتاعت النيل بتيجي قليلة، فاحنا مش بنعرف نزرع، فالناس مش هتعرف تاكل. ولما كانت المية بتيجي كتيرة كانت بتغرق الأراضي كلها. فدلوقتي احنا لما عملنا سد اللاهون بيقول لنا عادي خلاص بقى، احنا كده كده هنخزن المية ومش هيبقى في مجاعة. طيب، تاني حاجة هي التوسع في مساحات الأراضي الزراعية. بدأ إن هو يزود عدد الأراضي الزراعية اللي موجودة في مصر. خلى الأراضي تزيد، لو عندنا 1000 فدان فخلاهم 2000، لو عندنا 2000 خلاهم 3. احنا عايزين نزود الأراضي ونزرع كتير. كمان بيقول لي اهتم بإنشاء مقاييس للنيل عند الجندل الثاني. الجندل الثاني ده اللي هو ما بيننا وما بين السودان بالتحديد كده. عمل هناك مقياس على النيل عشان يعرف اذا كانت المية جت كتيرة، طب المية جت قليلة، طب نعمل حسابنا، طب مش هنزرع كتير. بدأ ان هو يعرف كل الكلام ده، والمقاييس دي كانت لمراقبة ارتفاع منسوب المياه، اذا كانت المية جت كتيرة او جت قليلة. فاغلب اهتمامات الملك ده هنلاقيها كانت اهتمامات خاصة بالزراعة. كل ده طبعا مهام زراعية، مفيش غير دي بس كده خاصة بالصناعة شوية اللي هي قطع الأحجار والمعادن طبعا. طيب، نروح على الملك اللي بعد إمنمحات الثالث. الملكة سوبك نفرو، دي واحدة ست اسمها سوبك، السين عليها ضمة كده، سوبك نفرو. دي كانت اخر ملوك الاسره ال 12، لان احنا متفقين ان عصر الدوله الوسطى بيبدا من الاسره ال 11 لحد الاسره ال 12. دي بقى اخر ملوك الاسره ال 12. الملكه سوبك نفرو دي هي بنت الملك امنمحات الثالث اللي احنا لسه سايبينه ده. تولت الحكم، يعني بقت ملكه على مصر عقب وفاه امنمحات الرابع. لما امنمحات الرابع مات، ده اخوها، فبدأت انها تتولى هي حكم مصر، واستمرت تحكم مصر حوالي 4 سنوات. 4 سنين كانت ملكة على مصر، وكانت اول حاكمة تسمى باسم الاله سوبك. الاله سوبك ده عندهم كان رمز القوة لحاكم مصر، ده الملك القوي الاله القوة عندهم. فعشان كده قالت انا هسمي نفسي باسم سوبك نفرو، رمز القوة او الرمز للاله، يعني الاله بتاع القوة لحاكم مصر. ده عشان تقول لي هي جابت اسمها منين؟ جابت اسمها من اله القوة في مصر. طيب، اهم اعمال الملكة سوبك نفرو، اسست العديد من المعابد، بنت شوية معابد كتيرة كده. كمان استكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة، الهرم اللي قدامنا في الصورة ده. أبوها كان بنى الهرم ومات قبل ما يكمله، قبل ما الهرم ده يخلص.
فهي اول ما تولت الحكم قالت انا لازم اخلص الهرم بتاع ابويا، وفعلا اشتغلت على الهرم بتاع ابوها اللي هو موجود في هوارة لحد ما خلصته. جت بعد كده لما خلصت هرم ابوها بقى قالت انا هعمل هرم ليا انا بقى، هعمل هرم خاص بيا. عملته في منطقة اسمها دهشور. يبقى هرم ابوها في هوارة، وهرمها هي موجود طبعا في دهشور. ودي انتهت كده الأسرة ال 12. هنا بقى تعال نشوف أسباب ضعف وسقوط الدولة الوسطى. ليه الدولة أو إيه الأسباب اللي خلت الدولة الوسطى دي تسقط؟ ما أنت لسه قايل يا مستر إنها كانت قوية وفي ملوك وأعمال وإنجازات ورخاء اقتصادي وكلام من ده. طب إيه السبب بقى إن الدولة دي ترجع تضعف من تاني؟ ده راجع لسببين. أول سبب هو ضعف الملوك. لما الملك بيكون ضعيف الدولة بتكون ضعيفة، لما الملك بيكون قوي فالدولة بتكون قوية. وده أول سبب، ضعف الملوك اللي جم من بعد الملك إمنمحات الثالث. أصلا كمان كل الملوك اللي جم بعد إمنمحات الثالث كانوا ضعاف. تاني حاجة زيادة الصراعات بين حكام الأقاليم. رجع حكام الأقاليم من تاني، كل واحد يدخل في خناقة مع حاكم الإقليم التاني، وكلهم يمسكوا ببعض، وكلهم بيتنازعوا على السلطة، بيقولوا مين اللي هتبقى كلمته مسموعة، مين اللي الناس هتسمع كلامه، مين اللي هيبقى مشهور، وكلهم مسكوا ببعض. وده أدى إلى تعرض البلاد للأطماع الخارجية. في ناس بقى كانوا مستنيين كده وبيتفرجوا علينا، بيتفرجوا على اللي بيحصل في مصر. قال لك ايه الحلاوه دي؟ ده مصر بقى وضعها زي الزفت، ده مصر بقت ضعيفه خالص، طب ما يلا بينا نحتلها بقى. وفعلا جم احتلونا. كان مين دول بقى؟ كانوا الهكسوس. الهكسوس استغلوا الاوضاع في مصر، استغلوا ضعف الدوله المصريه في بعد الدوله الوسطى، وبداوا انهم يحتلوا مصر. طيب تعالي بقى نتكلم عن الهكسوس في عصر الاضمحلال الثاني. هتقول لي هو في اضمحلال اول؟ ده كان في اضمحلال اول بعد الدوله القديمه. في اضمحلال تاني بقى ده بعد الدوله الوسطى. عصر الاضمحلال الثاني ده بيشمل 5 اسرات، من الاسره 13 و14 و15 و16 و17. الاسرات دي كلها كانت ضعيفه، عشان كده كنا بنسميها باسم عصر الاضمحلال، يعني الضعف. وده التاني لان كان في واحد قبله كمان بعد الدولة القديمة. تعرضت البلاد هنا في هذا العصر لغزو الهكسوس. الهكسوس هنا استغلوا الضعف زي ما قلنا ضعف الحكام، وبدأوا ان هم يجوا يحتلوا مصر ويسيطروا عليها. طب مين اساسا يا مستر هم الهكسوس دول؟ الهكسوس دول قبائل، مجموعة من القبائل التي جاءت من وسط اسيا. الناس دول جم مصر من وسط قارة اسيا، جم عن طريق فلسطين كده وراحوا داخلين مصر. استغلوا ان البلد ضعيفة فكان الطريق بتاعهم سهل، وقدروا انهم ينتصروا على المصريين وهم جايين. طيب الهكسوس لما جم بقى قعدوا في مصر، ايه اللي عملوا ايه مع مصر والمصريين؟ بيقول لي الاستيلاء بالقوة على مدينة منفر اللي بناها الملك مينا. نجحوا انهم يسيطروا عليها بالقوة. تاني حاجة تدمير المعابد اللي كان المصريين بيعبدوا الآلهة بتاعتهم فيها، راحوا مدمرينها. كمان سلب ممتلكات المصريين، كانوا بيسرقوا فلوسهم، وفرض الضرائب عليهم، كانوا بيدفعوهم فلوس كتيرة جدا. واستقر الهكسوس طبعا في شرق الدلتا، راحوا قعدوا كده في شرق الدلتا هناك بالظبط كده في محافظة الشرقية. عملوا هناك عاصمة ليهم اسمها أواريس. أواريس دي موجودة في محافظة الشرقية دلوقتي. اتخذوا من أواريس عاصمة لهم، وبكده فعلا الهكسوس سيطروا على الوجه البحري اللي هو شمال مصر، اللي هو الدلتا يعني. أما الوجه القبلي اللي هو صعيد مصر، بيقولك فكان يحكمه أمراء وطنيون. اكتفى الهكسوس بقبولهم لدفع الضرائب. الهكسوس قالوا للحكام اللي موجودين في الجنوب في الوجه القبلي، قالوا لهم ايه يا جماعة، هتدفعوا الضرائب ولا ننزل لكم تحت؟ فقالوا لهم لا احنا هندفع ضرائب. وفعلا الهكسوس ما نزلوش تحت للجنوب، لا فضلوا هم موجودين بيحكموا الوجه البحري. ده طبعا عند الوجه البحري اهوت اللي هي الدلتا، تمام. فالهكسوس بالظبط هم قعدوا سيطروا على الدلتا، المنطقه اللي فوق دي، وقعدوا بالتحديد في اواريس. اواريس دي فين يا مستر؟ اواريس دي هي المنطقه دي بالتحديد هناك في النقطه دي كده. هي خدوا من اواريس دي عاصمه لهم،
وطبعا اما بالنسبه للوجه القبلي اللي هو المستطيل اللي انا هعمله تحت ده، فاكتفوا بان الحكام بتوع الوجه القبلي يدفعوا الضرايب. الناس اللي تحت اهوت، الحكام اللي موجودين هنا، ايه يا جماعه هتدفعوا ضرايب ولا نجيلكم؟ قالوا هندفع ضرايب. وفعلا الهكسوس ما نزلوش لتحت، ما نزلوش للصعيد او للوجه القبلي يعني. تمام. ده بسبب طبعا ان هم اكتفوا بدفع الضرايب دون التدخل في شؤونهم، يعني من غير ما ينزلوا لهم تحت. طب تعالي نشوف بقى كفاح المصريين. هل المصريين سكتوا للهكسوس؟ لا. الهكسوس دول قعدوا في مصر 150 سنة. انت متخيلة؟ 150 سنة قاعدين في مصر، لحد لما طلع في مصر كده رجالة رفضوا الاحتلال وقالوا احنا لازم نطرد الهكسوس، لازم نتخلص منهم. وده ظهر في الأسرة ال17. الأسرة ال17 دي بنسميها باسم تاني، بنسميها باسم عصر الانتفاضة. عصر الانتفاضة دي بدأت في الأسرة ال17 بالتحديد. ليه بقى؟ حيث عمل ملوك هذه الأسرة ال17 يعني على تنظيم أمور مملكتهم في طيبة، لأنهم كانوا موجودين في طيبة تحت. يعني إيه، إحنا لو هنرجع لإيه، بس لا ده مش هيرجع للرسمة. الملوك بتوع طيبة بعد احتلال طويل طبعا لمصر طلعت لنا رجالة. طيبة دي إحنا بنسميها أصلا بلد الرجالة. ليه يا مستر كده؟ ليك حد قريبك هناك؟ لا. لكن طيبة دي اللي طلع لي منها الملك نعرمر، ملك مينا، وهو اللي نجح في توحيد البلاد. طيبة دي اللي طلعت منها منتحتب الثاني، اللي نجح في تأسيس الأسرة ال11 والقضاء على الفوضى اللي كانت موجودة في عصر الاضمحلال الأول. طيبة دي اللي هتطلع لي دلوقتي الملك أحمس اللي هو هينجح في طرد الهكسوس. وفعلا هنا بيقول لي نجح ملوك الأسرة ال17 اللي هم عصر الانتفاضة انهم يسخنوا المصريين. نجحوا ان هم ينظموا امور مملكتهم في طيبة، ادي واحد، وبس الشعور الوطني اتنين، وروح المقاومة لدى المصريين. فضلوا يسخنوا الناس. انتوا يا جماعة ازاي تسكتوا للهكسوس؟ انتوا لازم تحاربوا الهكسوس، انتوا لازم تنتصروا عليهم، انتوا لازم تحرروا بلدكم. وفضلوا يشجعوا في الناس، في المصريين يعني. وفعلا طيبة دي طلعت لي ناس مهمة جدا في التاريخ المصري، ناس مهمة جدا وكان لها دور في التخلص من الهكسوس. زي مين؟ زي عندي الملك سكنون رع. الملك سكنون رع الثاني ده اللي هو ابو الملك احمس. وبدأ النضال الحقيقي لتحرير البلاد من الهكسوس في عهده. هو اول واحد كده لم الدنيا حواليه، لم الناس حواليه، يا جماعة احنا عايزين نحرر البلد من الهكسوس. وكانت مراته، زوجته طبعا الملكة إياح حتب. إياح حتب دي هي زوجة الملك سكنون رع وأم الملك أحمس. ولكن الملك سكنون رع قتل في ساحة المعركة، مات لما كان بيحارب الهكسوس. نيأس نقول خلاص ده الهكسوس أجمد مننا؟ لا. إيه اللي هيحصل؟ ابن الملك سكنون رع كمل مكان أبوه. اسمه إيه؟ اسمه الملك قاموس. الملك قاموس ده هو ابن الملك سكنون رع، يعني اخو احمس الكبير. الملك سكنون رع ده حمل لواء الكفاح ضد الهكسوس بعد وفاة ابيه، ما همهوش. قال عادي ابويا يموت انا هقوم من بعده وهحارب الهكسوس من بعده. وفعلا الملك قاموس عمل على تأمين حدود البلاد الجنوبية. نزل للجنوب طبعا كده عند كوش تحت، لان كوش دي في الوقت ده كانت بتساعد الهكسوس ضدنا. وفعلا الملك أحمس أجبر أمير كوش على قطع الإمدادات التي كانت تصل للهكسوس من خلال نهر النيل. يعني عمل إيه يعني يا مستر؟ برضو عندي هنا ده أهوت الدلتا هيت، ونهر النيل نازل لتحت لحد السودان أهو. الملك قاموس موجود فين يا مستر بالظبط؟ موجود في الحتة دي أهيت، هناك عندي إيه؟ طيبة هنا يعني كده عند النقطة دي. الملك قاموس أول ما تولى الحكم قرر إن هو ينزل تحت لحضارة كوش. ينزل لحضارة كوش ليه؟ عشان أمير كوش في الفترة دي كان بيبعت المساعدات للهكسوس. فنزل قال له بقول لك إيه، الكلام ده مش نافع، أنت مفيش مساعدات تطلعها أو توصلها للهكسوس تاني. سامع الكلام؟ قال له تمام أمين. تمام. بعد ما نزل تحت بقى قرر ان هو يتجه للشمال بقى، يطلع للهكسوس فوق. بعد ما نزل ظبط امير كوش تحت، بدأ ان هو يطلع يحارب الهكسوس في الشمال، وحقق انتصارات كبيرة، ونجح ان هو يحرر اجزاء كبيرة من مصر الوسطى.
مصر الوسطى دي اللي هي ايه يا مستر؟ مصر دي متقسمه 3 حتت، يعني بصي هنا كده اهوت. المنطقه دي اسمها مصر السفلى، المنطقه دي اسمها مصر الوسطى، المنطقه دي اسمها مصر العليا. تمام؟ ده بالنسبه للملك قاموس. نجح ان هو طبعا يحرر الجزء ده اللي بنسميه مصر الوسطى. المنطقه دي كان الهكسوس موجودين فيها، نجح ان هو يطردهم منها وفضل مكمل طريقه على فوق، على انه يوصل للهكسوس فوق. طب وبعدين بيقول لي هنا الملك احمس بعد ما نجح في تحرير الملك قاموس لما نجح في تحرير اجزاء من مصر الوسطى، بيقول لي هنا اتت او انهت نفوذ الهكسوس، ولكنه مات زي ابوه. قتل اثناء حرب الهكسوس، قتل اثناء حرب التحرير. طيب خلاص نيأس، الملك احمس ابوه واخوه ماتوا، قال لك لا ده انا عيلتي دي عيله رجاله، ده طيبه دي بلد الرجاله اصلا. فالملك احمس بعد وفاه اخوه بدا ان هو يتولى الكفاح ضد الهكسوس. عمل ايه الملك احمس الاول؟ الملك احمس بيقول لك اكمل الكفاح الذي بدأه والده سكن الرع واخوه قاموس، واتجه بجيشه نحو الشمال وراح للهكسوس في العاصمه اللي هم قاعدين فيها اللي هي اواريس، ودخل مدينه اواريس اللي هي عاصمه الهكسوس، وفر الهكسوس الى فلسطين. الهكسوس بعد ما لقوا الملك احمس جاي وانتصر عليهم وحاربهم، قرروا انهم ينسحبوا او يهربوا لفلسطين، ومن فلسطين بقى يرجعوا مكان ما جم. الملك احمس يسكت لهم؟ لا، ده انتوا قاتلين ابويا واخويا وانا هسيبكم. تعقب الملك احمس الهكسوس الى فلسطين وحاربهم هناك حتى قضى على خطرهم، حتى لما اتجهوا وراحوا لفلسطين طلع وراهم وحاربهم كمان. وبكده حرر الملك احمس الاول مصر تماما من الهكسوس، ووجه اهتمامه الى اعادة تنظيم البلاد. بعد ما حرر الهكسوس قال انا لازم اظبط البلد من تاني، اخلي البلد قوية بقى، ارجع للبلد قوتها كده زي الاول، واسس عصر الدولة الحديثة. وده فعلا اللي هيجي الدرس اللي عليه الدور بقى، هيبقى اسمه عصر الدولة الحديثة اللي اسسه الملك احمس. طيب ام الملك احمس يا مستر انت ما كلمتنيش عنها. الملكة اياح حتب دي كانت ست ب100 راجل زي ما بنسميها، كانت ست مهمة جدا في طرد الهكسوس. ليه بقى؟ لان قامت اياح حتب بدور مهم في تحرير البلاد من الهكسوس. ازاي؟ هي اللي كانت بتشجع ابنها الكبير اللي هو قاموس، وهي اللي كانت بتشجع زوجها سكن الرع، والاتنين ماتوا اثناء حرب الهكسوس، وفضلت تشجع الملك احمس على الاستمرار في الكفاح. واحده ست تانية تقول لك والله ده انا جوزي مات، خلاص بقت كده انا ربي عيالي بقى وخايفه عليهم. هي ما عملتش كده، قالت انا جوزي مات، ابني الكبير يحارب الهكسوس. طب ابنها الكبير مات هو كمان، قالت ابن الصغير هو كمان يحارب الهكسوس. فما كانتش مش عارف يا بايعه عيالها ولا ايه، مش فاهم يعني. ده لو عايزه تسلمهم يموتوا مش هتعمل كده. المهم ان هي كانت لها دور مهم طبعا، لانها شجعت جوزها ابنها الكبير ابنها الصغير لحد لما نجح فعلا ان هو يطرد الهكسوس. كمان تولت شؤون الحكم اثناء الحرب ضد الهكسوس. لما كان الملك بياخد الجيش ويطلع بيه يروح يحارب بيه يعني، فكانت الملكة اياح حتب هي اللي بتدير شؤون البلاد لحد ما لما يرجعوا. يعني كانت نيابة عنهم طبعا او مكانهم يعني عشان ما فيش ملك. ده طبعا بالنسبة للملكة اياح حتب والأسرة الملك احمس. طبعا أسرة مشرفة لها دور كبير جدا في تحرير مصر من الهكسوس. نروح لاخر حاجه عندنا وهي طبعا علاقه مصر بافريقيا في عصر الدوله الوسطى. علاقتنا كانت عامله ازاي بافريقيا؟ لان كل دوله هناخدها هنعرف علاقه مصر بافريقيا. هل مصر كانت بتهتم بافريقيا القاره بتاعتنا دي في عصر الدوله الوسطى؟ ايوه طبعا. ليه بقى؟ واحد، اهتم المصريين القدماء بتامين الحدود الجنوبيه، لان الحدود الجنوبيه دي كانت خطر جدا على مصر، كانت كارثه بالنسبه لمصر. فكانوا بيهتموا بالحدود الجنوبية بالتحديد مع مملكة كوش يعني، وإقامة الحصون. عملنا حصون كتيرة جدا، قلاع كتيرة جدا، من الجندل الأول لحد الجندل الثالث. يعني عملنا كل ده من الجندل الأول للجندل الثالث.
كمان طبعا ده بسميه جانب امني وعسكري. تاني حاجة، حرص المصريون القدماء على إقامة علاقات تجارية مع العديد من الحضارات الإفريقية. إن المصريين القدماء كان لهم علاقات تجارية مع أفريقيا، كانوا بيبيعوا وبيشتروا معاهم، والدليل على كده حضارة كوش بالتحديد. يا مستر أنت لسه قايل لي حضارة كوش دي كانت بتساند الهكسوس، كانت بتبعت للهكسوس إمدادات. ما كانتش كوش كلها، كانت في قبائل هناك كده بتساند الهكسوس. طيب ازاي بقى كان لنا تبادل وعلاقات تجاريه وبيع وشراء كده مع الكوش؟ بيقول لي حيث تم تبادل الحلي. الحلي ده طبعا والمجوهرات، الحاجات اللي بتلبسها البنات بقى، خاتم، حلق، سلسله، حاجات من دي. كمان والعطور، ريحه وكده. المعادن والعائج والتوابل، شويه كمون وفلفل اسود والكلام ده. والزيوت زي زيت الزيتون وزيت النخيل، دي كلها حاجات كنا بنبدلها معاهم، بنبدل مع بعض. كمان بيقول لي هنا أقام المصريين القدماء مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل. كنا بنعمل ايه؟ محطات كده او حاجة زي السوق كده بيبقى موجود عند نهر النيل، المراكب اللي طالعة لفوق والمراكب اللي نازلة لتحت والكلام ده. ليه بقى كنا بنعمل محطات؟ تستخدم في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. سفن جايه من الجنوب فبتريح في المحطات دي، طب سفن جايه من الشمال فبتريح في المحطات دي، فتنزل تبيع وتشتري مع الناس اللي موجودين في المناطق دي. رقم 4، أرسل المصريون القدماء البعثات لاستخراج المعادن. الملوك المصريين كانوا بيهتموا انهم بيخرجوا الناس اللي يا جماعه روحوا استكشفوا لي معادن جديده، طلعوا لي معادن جديده، كلام من ده. وده فعلا كان ليه دور في تبادل الثقافات ما بيننا وما بين افريقيا. فاحنا كنا بنعرف عنهم، هم يعرفوا عننا، احنا بنعرف عادات وتقاليد عنده بتاعتهم، هم يعرفوا عادات وتقاليد عندنا كده يعني. وللدلاله على عمق العلاقات دي حته بتوضح قد ايه علاقتنا كانت قويه بافريقيا. للدلاله على عمق العلاقات المصريه بافريقيا، الملك امنمحات الاول اشار الى انه ابن لسيده من الجنوب. الملك امنمحات الاول كده قال للمصريين يا جماعه انا ابن ست من الجنوب، يعني قصده ابن ست من افريقيا يعني. وفضل يتكلم على عظمه الست دي، والست دي امي شايلاني طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها ومش عارف ايه. وفضل يتكلم طبعا عن امه بقى وعظمتها ومكانتها ودورها الكبير. ده بالنسبه طبعا لعصر الدوله الوسطى بالتفصيل عندنا. وكده ينتهي تاني درس عندنا في الوحده الثانيه وهو عصر الدوله الوسطى. ان شاء الله نبدأ بقى في الدرس الجديد اللي هو بتاع عصر الدولة الحديثة بإذن الله بداية من الحصة الجاية.